عزيزي المشاهد، عزيزي المستمع، لنا ولكم لقاء مع تصريحات جديدة وأخبار جديدة تخص الكرة المصرية وتخص نادي الزمالك بالأخص، والنادي الأهلي في بعض منها يعني يحمل بعض الأخبار للنادي الأهلي. ولكن خلينا نتكلم بقى ونقول الحاجة اللي احنا يعني محتاجين نفوكس عليها في فيديو النهاردة ونتكلم عنها كتير جدا. مباراة النادي الاهلي، بص، النادي الاهلي برضو ما بيفارقش لسان. مباراة نادي الزمالك وسيراميكا كليوباترا، يعني اللي كسبها نادي الزمالك 1-0 الحمد لله بمعجزة، والله بمعجزة، بعد كمية الفرص اللي ضاعتها سيراميكا كليوباترا. وبرضو نادي الزمالك ضيع فرص كتير جدا. ولكن خليني اقول لحضرتك ال الهتافات بتاعت الجماهير في المدرجات كانت يعني الثلاث اربع جماهير دول، الله حي والاهلي دوره جاي. الله حي والاهلي دوره جاي في ماتش بتلعب فيه سيراميكا كليوباترا كسبتها 1-0 بتضلين وبتهتف الله حي الاهلي دوره جاي. دوره جاي يعني دوره جاي ازاي؟ يعني ما هو انت الماتش الجاي هتلعب الاهلي بقى في السوبر المصري مثلا، يعني فانت دوره جاي هتكسب الاهلي. يعني بجد والله انتوا كجماهير نادي الزمالك شايفين وعندكم اقتناع. يعني انا برضو من جمهور نادي الزمالك بس مش شايف كده، فعشان كده بقول لك انتوا. المهم عشان بس الكومنتات لازم الواحد بيبقى حريص قوي في الموضوع ده عشان الكومنتات بتخلق الواحد. فبعض من جماهير نادي الزمالك اللي هتفت الله حي الاهلي دوره جاي، يعني انت عندك اقتناع تام ان انت هتكسب النادي الاهلي في السوبر؟ لو لعبت الاهلي يعني هتكسبه؟ انت متاكد من الموضوع ده؟ بامانه والله يعني انت عندك القناعه ده اللي عنده دم احسن من اللي عنده عزبه. قسم انت بقى لا عندك عزبه ولا عندك دم. المهم ده كانت حاجه كده محتاج اتكلم عنها عشان افرج عن نفسي. ولكن عزيزي المشاهد خلينا نتكلم بقى في المواضيع اللي احنا حابين نتكلم عنها وندخل في تفاصيل التفاصيل. ولكن قبل ما ادخل في اي حاجه محتاج اقول لحضرتك الاول حاجه مهمه جدا، وهي وصباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي بتشوف فيه. الكارثه دي يا فندم هي كارثه بكل المقاييس وشتاها. اتمنى ان حضرتك تظرف لايك على الفيديو ده. عايزين نوصل الفيديو ده لاكتر من 5000 او 6000 لايك، يعني اتمنى اكون شاكر والله. ويعني يا ريت لو نشترك في القناه، نفسي نوصل لنص مليون مشترك. مش عارف الحلم ده هيتحقق امتى. الواحد حاسس ان مصر هتاخد كاس العالم ولسه هو مش هيجيب النص مليون مشترك دلوقتي. ولكن يلا مش مشكله. بص يا بيه، مواضيع النهارده مواضيع شائكه للغايه. عقوبه كهرباء، ايقاف 12 مباراه وغرامه مليون جنيه. بعض التصريحات امبارح والنهارده كانت طالعه بتقول ان الغرامه دي ولا جزء منها يتنفذ، لان تقرير الحكم ولان فيديوهات المباراة ومراقب المباراة لم يذكروا اي شيء يخص كهربا، لا في التقرير ولا في الفيديوهات ولا اي حاجة. وقال لك مفيش لفظ واحد سيء طلع من بق كهربا على الزمالك ولا جماهيره. قال لا، طب اللي طلع العقوبة دي اصلا مين؟ يعني مدام كهربا ما طلعش لفظ على الزمالك ولا جماهيره، ودي حاجة انا اتفق فيها وشايف ان فعلا مفيش لفظ اتقال، والراجل طلع برر موقفه ده وقال لك انا كنت بقول كهربا عقده صح. والفيديو مش مبين لا هو عقده ولا هو حطه، يعني مش مبين انهي الكلمه اللي اوضح. ولكن خليني اقول لحضرتك ان كهربا ما يستحقش العقوبه دي نهائي، لان كلنا شفنا ناس كتير عملت اوسخ من كده يعني واولهم شيكابالا. شيكابالا عمل اوسخ من اللي كهربا عمله ده 100 مره، مش شفناهوش تعاقب ولا حصل حاجه يعني. ولكن نسال نفسنا سؤال، بما ان كهربا مش هيتعاقب ومش هيدفع الفلوس ومش هيتوقف 12 مباراه وهيلعب مباراه السوبر، مين اللي طلع موضوع قرار ايقافه ده من الاول اصلا؟ ولا كان القرار ده طالع ساعه طلوع القرار بتاع عزل مرتضى منصور، فكنتوا بقى ايه بتشيلوا دي؟ قال لك احنا هنعزل مرتضى وعشان برضو الجماهير ما تسخنش نوقف في كهربا 12 ماتش. هو الدوري فيه كام 12 ماتش اصلا؟ ولكن يظل هو السؤال اللي هنقف قدامه ساعتين ثلاثة ونسأله لنفسنا، مين اللي طلع العقوبة؟ عشان برضه يطلع قال لك اصل لجنة العقوبات دي ولا لجنة اللي مش عارف ايه هي اللي عملتها. يعني ازاي؟ بناء على اي اساس 12 مباراة ومليون جنيه غرامة؟ المهم، اخبار عن انسحاب نادي الزمالك من السوبر المصري. ميدو اتكلم عن الموضوع
وقال لك يجب على نادي الزمالك الانسحاب تحت اي مسمى وتحت اي ضغط وتحت اي حاجه لازم ينسحب، وخالد الغندور قال لك الزمالك لازم ينسحب. ده بقى بعد ما النادي الاهلي مثلا من شهرين فاتوا قال لك انا هنسحب عشان عقوبه كهرباء، وده ما اتقالش رسمي من النادي الاهلي برضه. ولكن يطلع ميدو بقى وخالد الغندور يقولوا لك ايه لازم ننسحب من الدوري. طب ليه يا جماعه؟ لا احنا مش هنذكر اسباب ولا هنقول هو ظلم، احنا بنتظلم فهننسحب. ايوه اتظلمتوا، ايه اللي حصل؟ مش هنقول، احنا مش هنقول بس يا عم قول لي، طب فهمني ايه اللي حصل عشان كده هتنسحب. قال لك لا احتفظ بقى لنفسي بقى يا عم، ما تقول لنا. ولكن برضه عزيزي المشاهد ما قالوا لناش ايه سبب الانسحاب، ولكن عديها مش مشكله. النادي الاهلي لما طلع يعني مش النادي الاهلي اللي قال، لما في ناس كده قعدوا يقولوا ان الاهلي هينسحب من السوبر لو كهربا تم ايقافه. والله يا باشا، هل النادي الاهلي هو اللي طلع بالتصريح ده؟ لا، ده ناس كده حوالين النادي الاهلي هم اللي طلعوا. هل تعرف اساميهم؟ لا. ولكن انت نمت صحيت لقيت التصريح ده منتشر، وده محتاج تفكر انت في الموضوع شويه عشان تعرف ليه. ده حنكه وذكاء من النادي الاهلي على فكره يعني. نيجي بقى للموضوع الثالث اللي عايزين نتكلم عنه، هو الاستاذ مرتضى منصور لما قال لك نادي الزمالك بيفسي الفتره اللي فاتت. انا يعني مش عارف اناقش الموضوع ده ازاي ولا اتكلم عنه ازاي، ولا الفسا اللي حصل في الموضوع دوت. يعني ايه المفروض الكلام اللي اقوله على الفسا ده؟ انا مش عارف. ولكن قال لك عمالين ينفخوا النادي الاهلي ويكبروه، ونادي الزمالك عمال يفسي. وبعد كده رجع لقى نفسه عك الدنيا، قال لك زي الكاوتش كده اما بيفسي. يعني رئيس نادي الزمالك اللي هو المفروض معزول دلوقتي من رئاسة نادي الزمالك يطلع يقول لك في لقاء ومتصور ونت وسوشيال ميديا يقول لك بيفسي. بيفسي بيفسي يا استاذ مرتضى. طب ما لو كده نركب له سداده ولا منافله ولا اي حاجه عشان يبطل فسا. ما هو لو اللي بيحصل في نادي الزمالك الفتره اللي فاتت دي كلها نتيجه الفسا، فناخد حبوب فحم ولا ايه كربون ولا اي حاجه، عشان يعني تلبك المعوي اللي احنا فيه ده هيجيبنا ورا. احنا بقالنا سنين بنفس يا استاذ مرتضى، ده بجد بجد، ده مش فسا، ده قنابل، ده المهم دي الحاجات اللي حصلت امبارح والنهارده واول امبارح. وطلع الاستاذ مرتضى منصور يرد على موضوع عزله دوت، ويقول لك الناس اللي بتقول ان انا تم عزلي، لا انا مش تم عزلي، انا موجود في النادي. يا استاذ مرتضى القرار طالع رسميا بعزلك، انت بقى موجود في النادي بمزاجك ومحدش عارف يمشيك، دي قصتك. ولكن القرار طالع بعزل مرتضى منصور من رئاسه نادي الزمالك. انت بقى ما مشيتش، دي حاجه تخصك انت مش بتاعتنا. انما احنا كل الناس طلعت اتكلمت في ان انت تم اصدار قرار ضدك بعزلك، فطلعنا كلنا قلنا ان انت اتعزلت. المهم يا فندم، ربنا ما يوريكوش شعور العزل ده بيخلي الواحد يقول كلام غريب. ولكن لحد هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاع النهارده. لو لسه بتتفرج لحد دلوقتي يا ريت تزور في لايك، تكومنت رايك، تعمل اشتراك لو دي اول مره بتتفرج عليا فيها. بس يا سيدي كان معاكم محمد الجرحي، تصبحوا على الف خير.